انا عارف انك تعبت، عارف ان الحمل بقى تقيل عليك قوي، وكل ما العمر بيعدي وتقول هترتاح تكتشف ان المسؤوليات بتزيد عليك مش بتقل. طموحك بيتعبك اكتر ما بيريحك، وكل حاجه حلوه بتوصل لها بتكون سبب في تعبك، لانك بتبقى مضطر تبذل مجهود اضافي عشان تحافظ عليها. مش عارف تلاقيها منين ولا منين. عايز تنجح في شغلك، وعايز تنجح في بيتك، عايز تنجح في علاقتك بالناس، وقبل ده كله عايز تنجح في علاقتك بربنا. عارف ان هي ساعات بتقفل معاك وتسال نفسك ليه ده كله؟ ليه الحياه صعبه قوي كده؟ ليه الرزق ساعات يتاخر وساعات يقل وساعات يختفي اصلا؟ ليه ناس معاها الفلوس من غير حساب وناس تانية مش لاقيه تاكل؟ ليه في امراض وحروب وفراق؟ ليه ده كله؟ عشان انت دلوقتي في امتحان هيتحدد على اساسه درجتك في الجنه. ما الجنه 100 درجه، بين كل درجه والتانيه ما بين السماء والارض. تفتكر بقى امتحان زي ده ينفع يكون سهل؟ بس اطمن، الامتحان ده مش زي اي امتحان، وليه قواعد تانية مختلفه تماما عن اللي انت عارفه. يعني مثلا مش مطلوب منك تقفل الامتحان في كل الدرجات عشان توصل للدرجه النهائيه، مطلوب منك بس تعمل اللي تقدر عليه، ولا يكلف الله نفسا الا وسعها. والمعيار في الامتحان ده مش الشطاره، المعيار في الامتحان ده هو الاخلاص. يعني مش مشكله انت اديت قد ايه، المهم انت اديت ليه. المشكله بس ان الامتحان ده ملوش وقت محدد، ورقتك ممكن تتسحب في اي لحظه، فللاسف مش هينفع تلم المنهج قبل الامتحان بيوم. كمان كل واحد ليه ورقه غير التاني، كل ورقه فيها اسئله مختلفه عن الاسئله اللي في الورقه التانيه. في واحد ربنا بيمتحنه بانه يديله فلوس كتير قوي، واحد ربنا بيمتحنه في ان هو ما بيديلوش فلوس خالص، في واحد ربنا بيمتحنه بالعيال وتربيتهم، وواحد تاني ربنا بيمتحنه بالحرمان منهم خالص، واحد بيديله صحه وقوه عشان يساله عملت بيهم ايه، واحد تاني ربنا بيبتليه بالامراض. مش مشكله بقى انت امتحانك في ايه، لان الدنيا دي كلها ما تسواش عند ربنا جناح بعوضه. المهم هتجيب كام في الامتحان بتاعك، ايا كان بقى ربنا بيبتليك في انهي حاجه. مطلوب منك تبص في ورقتك وتحاول تحل، حاول تجيب اعلى درجه تقدر تجيبها. ما تبصش لورقه غيرك وتقول ده امتحانه اسهل، انت ما شفتش الاسئله اللي جوه شكلها ايه. انت لو شفت الاسئله كلها اللي في ورقه غيرك هتصرخ وتقول رجعوا لي ورقتي تاني بسرعه. ايوه، ما ربنا مدي كل واحد على قد طاقته، ما تاخدش بالظاهر. ورا كل امتحان بتشوفه سهل من بره في اسئله كتير صعبه جواه. ومن رحمه ربنا بينا ان معظم الناس امتحانها متوزع على حاجات كتيره صغيره عشان ما نحسش ان الامتحان صعب وتقيل. يعني دور برد كل فتره، في رزق من وقت للتاني، ولاد ما بيسمعوش الكلام ساعات، مدير يضايق عليك شويه، عملاء تطلع عينك. والحلو بقى انك لو لقيت سؤال صعب قوي تقدر تطلب مساعده عادي جدا. مجرد بس ما تقول يا رب ليه سمعك ومعاك وبيسهلها لك، مجرد ما تذكره وتدعي له يسخر لك الكون كله لتيسير امورك. ولو تهت وضاقت بيك خالص عامل لك كتاب ترجع له وتشوف الطريق منين، وهو القرآن الكريم. صحيح الامتحان ده فيه اسئله اجباريه ما فيهاش هزار زي الصلاه والزكاه، بس كمان فيه اسئله اختياريه كتير. خد منها بقى على قد ما تقدر، تساعد الناس، تكتر الصدقات، تصلي النوافل، تكتر من الذكر، تصوم اثنين وخميس، تصلي قيام الليل. دي حاجات بتعلي درجتك عند ربنا، وكل ما تاخد منها اكتر درجتك تعلى وتعلى. الطرق لربنا ملهاش اخر، امشي في اي طريق هيوصلك، بس خليك فاكر كويس انك جاي تمتحن مش جاي تلعب. ده مش اي امتحان، ده امتحان على اساسه يا اما هتخش جنه او نار، فطبيعي ما يبقاش سهل. السعاده الكامله مش هنا، السعاده الكامله هناك، يوم ما تنجح وتدخل الجنه.